بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. أسباب تكسير الحمام لبيضه أو أسباب أكل الحمام بيضه. طبعا يا جماعة بنشوف الظاهرة دي كتير جدا، بنلاقي الكوز الحمام ممكن يبيضوا الجزء البيض لسه جديد وياكلوه في الحال، وفي حمام تاني انت تبقى سايبه نايم على البيض في أمانة الله، تطلع فجأة ما تلاقيش الحمام، ما تلاقيش البيض تحت الحمام. وفي حمام تاني ممكن تطلع تلاقيه مكسر بيضه وسايبه ما كلوش، بس مكسر البيض بتاعه. ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو ده ان شاء الله. بس عايز اقول لك ان الموضوع ده يا جماعة لعدة اسباب، ولازم نقسم الموضوع ده لثلاث حاجات. الحاجة الاولى ان ممكن الظاهرة دي تكون عندك بسبب نقص الكالسيوم، عندك الحمام عنده نقص كالسيوم، ده اللي بيجبر الفرد الحمام ان هو ياكل بيضه عشان عنده نقص كالسيوم. مؤشر بيقول لك ان انا محتاج كالسيوم، خاصة الناس اللي حابسة الحمام في سلكات. طيب اتعامل مع الظاهرة دي ازاي؟ طبعا بقدم الحمام الكالسيوم سواء بيطري او بشري ايا كان الكالسيوم. وفي الحالة ده يا جماعة يعني بيفضل التدخل بالعلاج، بعيد بقى عن التحديق والكلام ده. حط التحديق مفيش مشكله، بس تتدخل في الحالات دي بالعلاج. انواع كتير جدا موجوده، بيطريه مستورده ومصريه، وانواع بشري ممتاز. انت بتستخدم ايه؟ هقول لك انا بستخدم حاجه في الحالات دي بالذات، حاجه اسمها اوستو كير. اوستو كير اتكلمت عنه قبل كده في حلقه او اتنين. علاج بشري كالسيوم ممتاز، وعلاجه سحر. بدي نص قرص للطير لمدة 5 أيام متواصلين، بعد كده بستقام 3 أيام كل أسبوعين لشهر. دي حاجة مهمة جدا، ده بخلاف بقى إن يكون عندك التحديق قدام الحمام، برضه بخلاف المكملات. ان شاء الله في حالات كتير جدا، يمكن 90% من الحالات بتستجاب وما عادش بياكل البيض وما عادش بيكسر بيضه. طيب في حالة تانية ممكن تقابلني اصعب. في بقى حالات يا جماعه بتلاقي الناس المهمله بقى اللي ما بتتعرضش للحمام للاستحمام، بتلاقي عندها بقى فاش وحشرات في جسم الطير، وممكن الفرد الحمام يكون المكان ده بيدخله بقى فئران وحيوانات وكلام من ده. الفرد الحمام الان دخل عنده حاله من الاكتئاب والقلق والتوتر. تلاقي فرد الحمام قلقان كده، لا بيبيض ما بينامش على بيضه، بيبيض بيكسر بيضه بياكل بيضه. المهم بتلاقي الفرد الحمام مفيش استقرار. حتى الفرد الحمام مش يعني الذكر والطيره ساعات يضربوا بعض. حالات كتير جدا ممكن تعملها الحشرات وعدم نظافه الفرد الحمام وعدم استحمامه. وبرضه الاكل الكامل المتكامل قدام فرد الحمام، تحديقه موجود، الكلفه الكامله موجوده، اهتمامك بالبي 12 وبالمكملات برضو بتلاقي فرد الحمام. فانت لو بتسمعني وعندك المشكله دي برضو وبتدي كالسيوم، طهر مكانك، طهر سلكاتك، ارضياتك، حمل حمام بمضادات زي مثلا الافريمكتين مع البتادين. عندك تجيب شامبو مستورد مفيش مشكله، حالتك كويسه. عايز تجيب الاوكسوميسرين، الافريزين، اي خل وملح، اي حاجه. المهم اهم حاجه الاهم الاستحمام، يعني الاستمرار والمتابعه. دي برضو ممكن يكون سبب. حاجه تالته بقى والاصعب، هي اللي الفرد الحمض اصلا يكون عنده حاجه اسمها افتراس. الافتراس ده يا جماعه بيبقى علاجه صعب جدا. ليه علاج، بس عايز هاوي محترف يتعامل مع الفرد الحمام بخطه نفسيه يأهله ان هو يعني يشال من عنده موضوع الافتراس ده. يا جماعه بنلاقي موضوع الافتراس ده كتير جدا في موضوع اللحم الفرنسي. تلاقي الفرد الحمام يبقى واقف، يقوم رايح لجوز تاني خالص ضربه وضرب الذكر ومكسر البيض، وممكن يموت الزغاليل. وممكن فرد الحمام تلاقيه اصلا قاعد يشيل ريش زغاليله ويموت فيه. طبعا في حالات برضو من الفرد الحمام تلاقيه بيشيل ريش الزغلول، ده بيبقى برضو نقص كالسيوم، بس يعني احتمال كبير جدا بقى افتراس. فهو الموضوع موضوع كامل متكامل، لازم تكمل نفسك بنفسك. كالسيوم كويس قدامي، نظافه للحمام، اهيئ الفرد الحمام اللي عنده افتراس، لان ده بيبقى في الجينات، بهيئه بان انا برضو يعني لو انا مربي سايب جوز ده بعلمه بجيبه، بضطر ان انا احبسه.
الحمام بقى ده بيبقى يعني قاسي شويه. بتعامل معاه ازاي بقى؟ بخطط نفسيه، زي مثلا بحط الحمام ذكر لوحده ونتايه لوحدها، ما بين جوز حمام شغال بياكل زغاليله. بحرك الغريزه عنده، بخلي الفرد الحمام يشوف الحمام وهو بياكل زغاليله وحنيته. وبعد فتره بسيطه بدي بقى محفزات زي الكرفس، زي اللي هي السيلينيوم. وبرجع وبالبي 12، وبرجع البي 12 اللي بختاره لان هو اصلا كويس جدا للاعصاب يا جماعه. ويعني وبيأهل الفرد الحمام في الحالات دي. ندخل بقى الجزء تاني على بعض ان شاء الله بيبقى كويس وبيبيضه وما بياكلش بيضه. يعني وانا برجح في الحالات دي بفصل الذكر عن النتايه واخلفهم، بجيب للذكر نتايه تانيه والنتايه ذكر تاني. الحمام زي ما قلت لك قبل كده ما ينفعش تأمل في حاجه واحده بس. ما ينفعش تبقى تحط الحمام اغلى انواع الكلفه وما تحصلش ان هو كسب. ما ينفعش تحط الحمام اغلى انواع الكلفه وتنسى التحديد. ما ينفعش تأهمل المكان. تيارات الهواء المباشره بتعمل برضو قلق وتوتر عند الحمام وممكن يصيب بيضه. الحمام لو سقع ممكن يصيب برضو بيضه، وممكن يعني يسيب زغلوه كمان. فيعني الثلاث حاجات دول لازم تعملهم، وان شاء الله مش هتحير نفسك ومش هتقابلك اصلا اي مشكله تخليك تفكر ده سببه ايه. ده يا جماعه كان يعني موضوعنا النهارده. لو اول مره تسمعنا ومش مشترك في القناه تشترك وتشرفنا، ولو محتاج اي حاجه نتكلم فيها اكتبوا لي في التعليقات، تحت امر الجميع. وانتظرونا ان شاء الله في اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.